ظهر البلوفر هنشتغله كأننا بنشتغل على إبرة مستقيمة، صف عدل وصف مقلوب. الوش العدل بنشتغله غرز عدلة، والوش المقلوب بنشتغله غرزة مقلوبة لحد ما بنخلص طول الظهر اللي احنا عايزينه، وبعدين هنقفل البلوفر بتاعنا او ظهر البلوفر بتاعنا. بنفضل شغالين الظهر لحد ما بنوصل للطول اللي احنا عايزينه. في حالتي ده هو كان بعد 49 صف من ساعة ما فصلت الوش عن الظهر. بعد 49 صف انا بقفل الشغل بتاعي، بقفله في الوش العدل. طبعا احنا ممكن نقفل الشغل في الوش العدل او في الوش المقلوب، بس في الحالة بالنسبة لي انا هنا افضل ان انا بقفله الشغل في الوش العدل، وبالتالي فهو اخر صف انا اشتغلته كان الصف او الغرز المقلوبة. مهم جدا ان انا ابقى عارفة ان انا اشتغلت الظهر كام صف بالظبط، علشان الوش لما اجي اشتغله بنفس عدد الصفوف، علشان يبقى الوش والظهر الاتنين في نفس طول بعض. سواء بقى هنكتب احنا كل صف بنشتغله، او لو احنا بنعد الصفوف بعد ما بنخلص الشغل بتاعنا. وبعد ما احنا هنقفل الظهر هنبتدي نشتغل الوش هنشتغل نص اليمين لوحده ونص الشمال لوحده علشان حدة العنق. والفيديو اللي جاي ان شاء الله احنا هنشوف هنقفل ازاي او هنشتغل ازاي الوش الوش البلوفر سواء اليمين او الشمال، وهنعرف هنعمل الباترون بتاع حردة العنق ازاي. بعد ما احنا بنخلص تقفيل الظهر بنقص حتة من الخيط اللي هندخلها في الغرزة الاخرانية خالص اللي هي اتبقت معانا على الابرة بعد ما بنشيل الغرزة دي من على الابرة.